فيلم النهاردة بناء على اختيار المتابعين. قبل ما نبدأ الفيلم صلي على النبي في الكومنتات ويلا بينا. الفيلم بيبدأ بواحدة محبوسة جوه أنبوبة شفافة طويلة، وبيكون مربوط على جسمها بالكامل مادة مطاطة، وبتحاول إنها تفك نفسها، ولكن مش بتعرف من قوة المادة دي. وبعد محاولات كتير جدا بتنجح إنها تفك نفسها، وبتلاقي نفسها مربوطة في سرير ومتعلق فيها أكتر من جهاز، وبتشيل الأجهزة اللي مربوطة فيها وبتحاول تقوم من مكانها، ولكن المكان بيكون ضيق جدا لدرجة إنها مش بتكون عارفة تقعد في مكانها حتى. وبنلاقي إن المكان ضلمة جدا وإنها مش شايفة أي حاجة حواليها ولا تعرف حتى هي فين. وفجأة الأنبوبة اللي هي فيها بتنور وبيشتغل أجهزة كتير جدا، وبنعرف إنها موجودة في أنبوبة تبريد حديثة. ويبتدي يتكلم مع الذكاء الاصطناعي اللي في الأنبوبة، وبيقول لها إنها لازم تحافظ على نفسها لأطول فترة ممكنة، وإن مش قدامها غير 40% فقط من الأكسجين داخل الأنبوبة. وبينصحها إنها تحاول تنظم نفسها على قد ما تقدر علشان تحافظ على الأكسجين الموجود. وابتدت تسأل الذكاء الاصطناعي عن اسمها، وبيرد عليها وبيقول لها إيميكرون 73. وبتحاول البنت تجمع أي ذكريات عن نفسها وتعرف إيه سبب وجودها هنا، ولكن بعد محاولات كتير جدا مش بتكون متذكرة أي حاجة خالص. فبتتعصب جدا وبتتوتر، وبنلاقي إن الأكسجين اللي في الأنبوبة نزل وبقى 31%. فبتحاول إنها تهدي نفسها وبتسأل الجهاز عن أي بيانات ليها، ولكن الجهاز بيقول لها إن مفيش قدامه أي بيانات ليها. وبيجي لها فكرة وبتطلب من الجهاز إنه يبحث عنها عن طريق ال DNA بتاعها. وفعلا بينجح الجهاز إنه يجمع بيانات عنها، وبتظهر قدامها البيانات بتاعتها، وبنكتشف إنها عالمة وإن اسمها إليزابيث. وبيظهر قدامها صور ليها ولجوزها ومش بتكون فاكراه خالص. وبتظهر قدامها مجموعة صور من مؤتمرات كانت هي حاضرة فيها. وابتدت تطلب من الجهاز إنه يتصل بالشرطة، وفعلا بيتصل بالشرطة وبتقول له اسمها، ولكن الشرطة بتقول لها إنهم مش عارفين يحددوا مكانها. وبيطلب منها إنها تهدى وإنه يحاول يساعدها على قد ما يقدر. وابتدت إنها تنهار وتتوتر جدا، وبنلاقي إن نسبة الأكسجين نزلت ل29%. وابتدى الشرطي يسألها عن أي حاجة تقدر تساعدهم للوصول ليها، ولكن هي بتكون منهارة ومش بتعرف ترد وتديله أي معلومة. وبنلاقيها إنها ابتدت تفتكر ذكريات ليها، وابتدت تفتكر اسم جوزها. وبتطلب من الجهاز إنه يبحث عن جوزها، وفعلا الجهاز بيلاقي رقم جوزها. فبتطلب من الجهاز إنه يتصل بجوزها بسرعة، وبيتصل الجهاز فعلا بجوزها. وبنلاقي إن في واحدة بترد عليها، وبتطلب منها ليز إنها تخليها تكلم جوزها، ولكن الست بترفض وبتقول لها ما تتصلش بيها تاني. وبتفقد الأمل في الخروج وبتطلب من الجهاز إنه يديها حقنة مهدئة. وفعلا الجهاز بيطلع الحقنة، ولكن ليز بتسحب الحقنة وبتحاول تفتح بيها الجهاز علشان تخرج، ولكن الجهاز بيديها صدمات كهربائية علشان حاولت تخالف التعليمات بتاعة الجهاز. وبعد شوية بيجي لها اتصال من الشرطة وبيقول لها إنهم بيحاولوا يجيبوا كلمة السر علشان تفتح الجهاز وتخرج. وبتسألهم عن جوزها وعن أي معلومات عنه، ولكن الشرطي بيقول لها إنها مش متجوزة أصلا. بتتعصب جدا وبتقفل الاتصال وبتكون متأكدة إنها متجوزة. وبتطلب من الجهاز إنه يديلها حقنة محفزة للذاكرة، وفعلا بتاخد الحقنة وبتبتدي تفتكر جوزها، وبتفتكر ذكريات معاه، وبتفتكر كمان جوزها وهو بيعزف على البيانو قدامها. فبتطلب من الجهاز إنه يتصل تاني على جوزها، وبترد عليها الست برضه وبتتعصب عليها. فبتبتدي ليزي إنها تترجاها إنها تساعدها، وبترد عليها المتصلة وبتقول لها إن جوزها مات. وبنلاقي ليز بتعيط وحزينة جدا، وابتدت تفتكر ذكريات ما بينهم. وبتقول لها المتصلة إنها تقدر تساعدها وإنها معاها كلمة السر بتاعة الجهاز. فبتترجاها ليز إنها تدي لها كلمة السر، وبتقول لها إنه فاضل 12% فقط من الأكسجين. فبتوافق المتصلة إنها تدي لها كلمة السر، ولكن بتقول لها إنها لو فتحت الجهاز هتموت فورا. وبتطلب منها ليز معلومات عن مكان وجودها، فبتقول لها إنها كانت طالعة في مهمة سرية تبع الحكومة، وإنها كانت المفروض تكون نايمة في الوقت ده. فبتقول لها ليز إنها عاوزة تفاصيل أكتر عن المهمة دي. فبتقول لها المتصلة إنها بينها وبين كوكب الأرض حوالي 8000 كيلو متر. وبتقول لها إن المهمة كانت عبارة عن احتلال كوكب جديد علشان نعيش فيه بعد ما الذكاء الاصطناعي سيطر على معظم كوكب الأرض. فبتقول لها ليز عن سبب كذب الشرطة عليها، وبتقول لها المتصلة إنها في مهمة سرية جدا وإن أي كلام هيتقال هيعمل ضجة إعلامية كبيرة جدا. فبتسألها ليز عن عدد سنين وجودها هنا، وبتقول لها إنها بقالها حوالي 15 سنة. فبتفضل ليز ساكتة ومصدومة جدا وبتحاول تستوعب اللي بيحصل. وابتدت ليز تسأل المتصل عن سبب موت جوزها، وبتقول لها إنه مات بسبب سيطرة الذكاء الاصطناعي على معظم كوكب الأرض، وإن في ناس كتيرة ماتت زيه، وإن الأرض مش قدامها كتير والبشرية كلها هتنقرض.
وعلشان كده الحكومة قررت إنها تبعت علماء كتير في كبسولات علشان تعمر كوكب تاني ينفع نعيش فيه. وبتقفل المكالمة وبتكون ليز مصدومة جدا من اللي بيحصل، ولكن ليز بتطلب من الجهاز إنه يجيب له معلومات أكتر عنها. وفعلا بنلاقي ليز إن هي أصلا من مخترع الجهاز ده، وبتفتكر جوزها إنه فعلا مات قدامها. فبتتعصب جدا وبتحاول إنها تفتح الجهاز، ولكن الجهاز بيديها صدمات كهربائية، وبتفضل ليز في مكانها. وبنلاقي إن الأكسجين اللي في الأنبوبة وصل ل9%. فبتطلب ليز من الجهاز إنه يتصل بوالدتها علشان تكلمها ولو مكالمة أخيرة. وفعلا بيبتدي الجهاز إنه يتصل بوالدتها، ولكن مش بيكون في أي رد من والدتها. فابتدت ليز إنها تطلب من الجهاز معلومات أكتر عن نفسها. وبتلاقي ليز نفسها وهي في قاعة محاضرات، وبتكون كبيرة في السن، وبتكون بتتكلم أصلا عن استنساخ البشر واستنساخ للذاكرة. فبتكتشف ليز إنها أصلا مستنسخة، وإنها مجرد فار تجارب زيها زي ملايين الكبسولات اللي موجودة حواليها. وبتلاقي ليز إن الأكسجين وصل لحد 2%. فبتحاول ليزي إنها تكتم غضبها وتسيطر على نفسها علشان تنظم نفسها على قد ما تقدر. وبيبتدي الجهاز يطلع حقن علشان يديها الليز، وده بيكون نوع من أنواع الموت الرحيم. وبتبتدي ليزي إنها تفك الأجهزة من جسمها، وبتفضل ليزي إنها تنظم نفسها علشان تقدر تقاوم. وبتغمض ليزي عينيها وبيجيلها ذكرى عن جوزها وإنه في نفس مكانها. فبتطلب من الجهاز إنه يبحث عن جوزها في وسط الكبسولات اللي حواليها، وبيقول لها الجهاز إنه مينفعش يبحث في الكبسولات عن طريق الاسم فقط. فبتغمض ليزا عينيها وبتفتكر الرقم بتاع جوزها. فبتدي الرقم للجهاز، وبيبتدي الجهاز إنه يبحث في الكبسولات اللي حواليه. وفعلا الجهاز بيعرض صورة جوزها، وبيكون هو كمان مستنسخ. فبتبتدي ليزا إنها تسجل رسالة صوتية لجوزها، وبتقوله فيها إنهم ممكن يقدروا يعيشوا حياتهم على كوكب تاني. وبتقوله كمان إنه يحاول يقاوم على قد ما يقدر لحد ما يوصلوا للكوكب التاني. وابتدت ليز تسأل الجهاز عن عدد الكبسولات اللي موجودة زيها، وبيقول لها إنهم عدد كبير جدا، واللي بيكون حوالي 9 مليون. وإن ليز هي النموذج الحيوي الوحيد اللي صحي قبل ميعاده، وإن الناس اللي موجودين في الكبسولات التانية يا إما نايمين لحد دلوقتي، يا إما ماتوا بسبب إنهم اصطدموا بكواكب تانية. فبتحاول ليز إنها تهدى وتفكر إنها ممكن تعيش فعلا لحد ما توصل على الكوكب التاني. فبتطلب من الجهاز إنه يديها حقنة منوم، ويبتدي ينقل الأكسجين من الأنابيب اللي الناس فيها ماتت. فبيقول لها الجهاز إن ده هياخد وقت كبير جدا، وبتطلب منه إنه ينفذ ده أثناء نومها. ولحد ما يخلص نقل الأكسجين هتكون هي وصلت للكوكب الجديد. وفعلا بتبتدي ليز إنها تنام وهي سعيدة. وبس كده يا سيدي، وبينتهي فيلمنا كده. لو عجبك الفيلم، لايك وكومنت واشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديو جديد. كتبت لكم الحلقة مامة نيلي، وسجل لكم الحلقة ومنتجها والد نيلي. سلام.